هو ممكن مدينة بحجم قارة تكون اختفت من على وش الأرض في ليلة واحدة؟ تخيل معايا حضارة كانت سابقة عصرها بآلاف السنين وغنية لدرجة إنها بتستخدم معادن نادرة جدا لتزيين المعابد بتختفي تحت مية المحيط كأنها ما كانتش موجودة. دي مش قصة من فيلم خيال علمي، دي قصة أطلانتس، اللغز الأكبر في تاريخ البشرية. السؤال اللي شغل المغامرين والعلماء بقاله آلاف السنين، هل أطلانتس كانت حقيقة ولا مجرد أسطورة؟ عشان نعرف الإجابة لازم نرجع بالزمن لأكتر من 2400 سنة. كل كلمة نعرفها عن أطلانتس جاية من شخص واحد بس، وهو الفيلسوف اليوناني أفلاطون. أي حد تاني بيتكلم عنها فكلام مبني على كلام الفيلسوف أفلاطون. كتب أفلاطون القصة دي في كتابين، وقال إن الكلام ده وصلوا من كهنة مصر القديمة عن طريق الرحالة المشهور سولون. أطلانتس زي ما أفلاطون وصفها، أفلاطون قال إنها كانت قارة ضخمة أو جزيرة كبيرة جدا موجودة في المحيط الأطلسي، بالظبط مكانها ورا أعمدة هرقل اللي هي دلوقتي مضيق جبل طارق. وقال إن الموضوع ده حصل من حوالي 9600 سنة، يعني قبل الحضارة الفرعونية بآلاف السنين. أما شكل المدينة فكانت العاصمة متصممة بطريقة عبقرية على شكل دوائر متحدة المركز، حلقة يابسة ووراها حلقة مية ومربوطة ببعضها بقنوات وجسور. أما عن الثروة والرفاهية فالأطلنطيين دول كانوا ولاد ناس قوي. بيوصفهم أفلاطون إنهم كانوا متقدمين جدا في البنى والزراعة، وكانوا بيستخدموا معدن غامض اسمه الأوريكا الكوم، كانوا بيستخدموه لتزيين المعبد. طب إيه اللي حصل عشان تختفي الحضارة دي؟ دي رسالة أفلاطون الأخلاقية. كانوا في البداية ناس كويسين وبيخافوا ربنا، لكن بالتدريج الجشع والفساد دخل قلوبهم لما الإله زيوس شايف إنهم بقوا طماعين ومهووسين بالقوة العسكرية، قرر يعاقبهم. وفي ليلة واحدة حصلت زلازل وبراكين وعواصف ضخمة غرقت القارة كلها. دي كانت حكاية البداية واللغز الأساسي. بس فين اختفت أطلانتس دي بالظبط؟ وإيه أبرز الأماكن اللي العلماء بيقولوا إن ممكن تكون دي هي أطلانتس الحقيقية؟ طب يلا بينا نكمل ونعرف. إحنا عرفنا إن أفلاطون هو المصدر الوحيد للقصة دي، وقال إنها غرقت في المحيط الأطلسي من أكتر من 11,000 سنة. طب هل العلم الحديث قدر يلاقي أي بديل؟ وفين بالظبط بيدوروا عليها دلوقتي؟ وإيه التفسير المنطقي للكارثة دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الحقيقة إن معظم المؤرخين بيقولوا إن أطلانتس دي مجرد قصة اخترعها الفيلسوف أفلاطون عشان يعلم الناس درس في الأخلاق، بس في ناس كتير مصممة إن الحكاية دي حقيقة وبيطرحوا نظريات جامدة جدا. وأشهر 3 أماكن مرشحة إنها تكون أطلانتس، أول مكان منهم بركان سانتوريني، ده موجود في اليونان، ودي أقوى نظرية علمية وصيادة. بيقولوا إن أفلاطون ممكن يكون سمع عن انفجار البركان سيرة في بحر إيجا من حوالي 3500 سنة. الانفجار ده دمر حضارة مينوس العظيمة اللي كانت على جزر كريتو سانتوريني. المدينة دي غرقت بسبب أمواج تسونامي ضخمة، والقصة دي وصلت لأفلاطون بعد آلاف السنين وهي متضخمة. وتاني مكان هو عين الصحراء في موريتانيا، ودي النظرية اللي جننت ناس كتير الفترة اللي فاتت. في منطقة موريتانيا اسمها فينيتي ريشات، بتظهر من الفضاء على شكل حلقات دائرية متحدة المركز قطرها حوالي 25 كيلومتر. الشكل والتفاصيل مطابقة لكلام أفلاطون عن المدينة، لكن المشكلة إن ده مجرد تكوين جيولوجي طبيعي نتيجة التعرية. ثالث مكان مرشح وهو جبل طارق وأسبانيا. بعض الباحثين بيقولوا إن المنطقة المحيطة في مضيق جبل طارق اللي كانت حدودهم الجغرافية هي المكان اللي بيرشحوه، وممكن تكون مدينة غرقت في الساحل الجنوبي لأسبانيا. طب إيه رأي الجيولوجيا؟ العلماء بيقولوا إنه مستحيل قارة كاملة تغرق بالسرعة اللي أفلاطون وصفها في يوم وليلة، لكن ممكن التفسير العلمي يكون أقرب لحاجة من دول. تسونامي ضخم حدث كارثي بحري سريع دمر المدينة وغرقها كلها بالكامل، مش قارة كاملة. وتاني تفسير تغيير منسوب المية. في نهاية العصر الجليدي من 10 ل 12 ألف سنة منسوب المية ارتفع بشكل كبير مغرق المناطق الساحلية، والقصة اتحكت على إنها كارثة فورية. أطلانتس هتفضل لغز لحد ما حد يكتشفها فعليا، لكن لغاية دلوقتي هي مجرد حكاية استخدمها أفلاطون عشان يقول لنا مهما
مهما كنت متقدم ممكن الجشع والفساد يخليك تختفي من الوجود. يا ترى إيه أقوى نظرية من دول أقنعتك؟ إنها بركان سانتوريني ولا شكل الجيشات في الصحراء؟ سيب رأيك في الكومنتات وشاركنا لو عندك أي معلومة تانية عن أطلانتس. كانت معكم سوسن عادل في برنامج الحكاية من أولها. استنونا في حلقات تانية كتير.